يا صباح الخير والورد على عيونكم. النهاردة بقى وصفة جديدة من وصفات المعجنات. هنعمل الفطاير اللي تنفع معاكي في الغدا، وكمان تنفع في العشاء، وكمان مش هتقول لأ لو عملتيها على الفطار. هتطلع معاكي طرية وجميلة بالشكل ده. ما تنسيش بقى اللايكات والاشتراكات وكل الحاجات الحلوة اللي احنا بنقولها كده في أول الفيديو. تعالي بقى نحضر الحشوة بتاعتنا النهاردة. حطيت سمنة على النار وحطيت عليها بصلاية كبيرة مفرومة وقرن فلفل اخضر كده مفروم، بيدي طعم حلو قوي للعصاج. حطيت بقى التوابل اللي انا هستخدمها النهاردة. معايا 3 فصوص من الحبهان، ورق لوري، وكبابة صيني. هدي البصلاية والقرن الفلفل اللي انا حطيتهم تشويحة. هنزل بقى بربع كيلو من اللحمة، وحطيت معاهم كده معلقة كبيرة من الدهن مقطعاه. دهن اللحمة برضو قطعته كده وحطيته مع اللحمة. معايا بصلاية جزراية كبيرة مبشورة. هقلبهم بس كده مع بعض. احنا جهزنا الاول، عاوزين العصاج يكون بارد قبل ما نشتغل فيه. دلوقتي بقى هضيف عليهم معلقة من الصلصة. صلصة الطماطم العادية، تقدري برضو تستغني عنها لو مش حباها. حطينا برضو من التوابل البودر، حطينا الملح وحطينا فلفل اسمر. عاوزين بقى ننشف اللحمة بتاعتنا كده من اي سوائل جواها. اهم حاجة تنشفيها كويس، يعني تشوفي كده السمنة بتاعتها طالعة بالشكل ده علشان ما تفتحش الفطاير. يعني بنحاول على قد ما نقدر كده ننشفها من الماء اللي جواها. تعالي بقى نجهز العجينة بتاعتنا. كوباية من اللبن تقدري تستغني عنها وتعمليها بمية دافية. حطيت عليهم 4 معالق كبار من السكر الحبيبات العادي. نص كوباية كده من كوبايات الشاي العادية اللي موجودة في كل بيوتنا. زيت نباتي يفضل يكون بقى ملوش اي ريحة. معايا كيس خميرة حوالي 12 جرام. هنقلبهم بقى كويس كده مع بعض. معايا علبة زبادي علشان تطري الفطاير اللي احنا هنعملها النهاردة. تقدري برضو تستغني عنها لو مش حباها. والحاجة برضو المهمة جدا للمعجنات، حطيت حوالي 3 معالق كبار من الخل الأبيض اللي هو بتاع السلطة العادي خالص بتاعنا. هنزل بقى دلوقتي بالدقيق. نزلت بحوالي 900 جرام من الدقيق، يعني الكيلو شلت منه كده شوية صغيرين. حطيت رشة ملح، وحطيت حوالي معلقة صغيرة مسح من البيكنج باودر، يعني ما تكتريش كده في البيكنج باودر، معلقة صغيرة ممسوحة. دلوقتي بقى هنبتدي نعجن العجينة بتاعتنا. بنعجنها كده واحدة واحدة. كوباية مية دافية جنبنا وبننزل كده عليها بالدقيق واحدة واحدة. عاوزين بقى نشغل العرق في قلب العجينة. بنعجن كده بايدينا وبننزل المية واحدة واحدة على حسب ما الدقيق بتاعنا بياخد. عاوزين عجينة تكون طرية وتكون متماسكة في نفس الوقت، ما تكونش بتلزق. يعني بقى لو عندك عجان يعني هيريحك جدا من العجن ده. بس هي ما بتاخدش يعني 5 دقايق او 6 دقايق بتكوني مخلصاها. عاوزين بقى ننعم العجينة بتاعتنا بالشكل ده. هسيبها بقى تستريح حوالي 3 4 دقايق كده، وبعدين هشتغل اعجن فيها تاني. لما بتسيبيها 4 دقايق يعني بيبتدي كده العرق بتاعها هيكون معاكي بسهولة، يعني مش هتاخد كده منك مجهود كبير وانت بتعجنيها. هنمسكها بقى كده على الرخامة نخبطها بالشكل ده. الخطوة دي مهمة جدا، هتشغل معاكي العرق بتاعها على طول. يعني بتكون مهمة جدا لو بتعملي مثلا فينو او بتعملي مخبوزات اللي هي بتاعة الافران. هنلم بقى العجينة بتاعتنا كده. خلاص كده بقت تمام ونعمت. في نفس البولة اللي انا عجنة فيها دهنت بس معلقة كده من الزيت، وهنزل العجينة بتاعتي كده وهمسحها بالزيت برضو بايديا، وهسيبها لما تخمر تماما. هتخمر معانا بقى بالشكل دوت. هنطلع منها الخمر.
يعني كده تدخليها مكان دافي ويكون ضلمة، هتخمر معاكي بكل بساطة وسهولة. هنطلعها بقى بصي بالشكل دوت، وهنبتدي بقى ان احنا نقطعها. يعني باخد العجينة كده بين ايديا وبضغط عليها. الطريقة دي سهلة جدا، وهتطلع معاكي يعني كل الكور، يعني هتكون لحد ما كده متساوية. تقدري بقى تقطعيها بالسكينة او بالقطاعة عندك بأي حاجة، بس انا بفضل الطريقة دي. هاخد بقى كل كورة بالشكل ده كده، وهفردها على الرخامة بدون اي زيت بدون اي دقيق. ودلوقتي هنزل عليها الحشوة بتاعتي. انا حطيت عليها حوالي كده 8 كيلو من الجبنة الرومي، قطعتها قطع صغيرة وحطيتها على اللحمة. تقدري تضيفي جبنة موتزاريلا او جبنة شيدر، اي نوع جبنة متوفر عندك. ببتدي بقى الم العجينة بالشكل ده. اتمنى بقى ان كل خطوات تكون واضحة قدامك. بنلمها كده زي البقجة، وبنقفل كويس جدا على الحشوة. يعني عاوزين نضمن كده ان الحشوة ما تطلعش بره واحنا بنسويها. بديها كده تبطيطة صغيرة وبركنها على جنب. ودي تاني واحدة حطيت فيها الحشو وعملتها بنفس الطريقة، هتطلع معاكي بالشكل ده. يعني خطوات بسيطة وبتطلع معاكي نتيجة جميلة جدا. تقدري بقى تغيري الحشوة خالص وتعمليها بالجبن. تقدري تحشيها لانشون، تقدري تحشيها سلامي، يعني اي حشوة متوفرة عندك تقدري تستخدميها. تنفع كمان للمدارس، وتنفع للرحلات، وتنفع للعشاء، وتنفع للغدا. يعني في اي حاجة هتكون تمام. دلوقتي هعمل 3 كده مع بعض. هي ما بتاخدش اي وقت خالص، وانتي واقفة كده هتلاقي نفسك بتعمليها. حتى لو بتعمليها لأول مرة هتعمليها بكل بساطة وسهولة. هي على الرخامة كده بتبتدي تلمي الطروف بتاعتها لفوق، وبتزق الحشوة كده بإيدك لتحت علشان ما تطلعش منك. يعني انا بحاول ارفعها علشان اوريها لك كويس، علشان يعني تتصور كده قصاد الكاميرا. اما انتي في البيت هتعمليها بكل بساطة كده على الرخامة على طول. بتلميها كده، دي طريقة تانية للم بتاعها. بتلميها كده من كل ناحية وبتقفليها على بعض. بتديها تبطيطة خفيفة كده بعد ما بتظبطيها، بتحطيها في صينية مدهونة دهنة بسيط كده من الزيت. يفضل بقى تسويها في صواني ألمونيوم، هتكون يعني هتاخد أفضل تسوية. معايا بقى شوية من اللبن، وحطيت عليها معلقة من الزيت النباتي. هدهن بقى وش الفطاير بتاعنا بعد ما خمرت. أهم حاجة تدهني الوش بتاعها بالكامل، يعني ما تسيبيش كده حتة وتعملي حتة. ومن تحت شوية كده هتدهنيها برضو. هتحطي بقى على الوش بتاعها شوية من السمسم، شوية من حبة البركة، يعني حسب الرغبة. عاوزة اقولك ان الصينية ديت حطيت فيها ورقة من الزبدة علشان بس اللون بتاعها اسمر، واللون الاسمر بياخد حرارة بسرعة، فانا حبيت ان انا ابطئ التسوية بتاعته. حطيت ورقة من الزبدة دهنتها دهنة برضو من الزيت. خلاص بقى الفطاير بتاعتنا هنسخن الفرن بتاعنا على درجة حرارة يعني من 200 ل 210، وهتدخليها في قلب الفرن لحد لما تستوي. دلوقتي بقى حطيت كوباية كده من المية في قعر الفرن اللي انا بسوي فيه، علشان تدي الفطاير كده يعني تخليها طرية. الخطوة ديت بتدي الفطاير طراوة جميلة جدا. بصي بقى التسوية بتاعتها، هي دي التسوية المظبوط. هي لسه سخنة طبعا، بس انا حبيت ان انا اوريها لك وهي لسه طالعة. ان شاء الله كل حاجة هكتبها لك في صندوق الوصف. لو اي حاجة نسيتها برضو ان انا اقولها لك هتلاقيني كاتباها لك في صندوق الوصف. اتمنى بقى لو الوصفة عجبتك ما تنسيش تحطي اللايك، ولو اول مرة تشوفي قناتي تشتركي وتفعلي الجرس علشان يوصلك اي حاجة بنزلها على القناة. قربي بقى كده وشوفي الجمال اللي احنا عملناه. يعني كده من 900 جرام من الدقيق طلعنا كده كمية كبيرة طرية جدا.
مفيش اجمل من كده. والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.